أينما كنتم وفي كل مكان أنا أحييكم أن السلام عليكم ورحمة الله تغشاكم والبركة لا تفارق. لقاء استثنائي وجمع كريم، أنا أعتز باللقيا والحضور معهم في هذا اللقاء عبر شاشة قناة الشروق، الشاشة التي لا تغيب عنها الشمس. أنا سعيدة بأن نلتقي في هذا اللقاء عبر سهرة تحمل عنوان نجوم الجزيرة وتحمل أيضا هذا المحتوى وهذا الاسم. ضيوفي لهذا المساء لمع منهم الاسم والرسم والنجم، فكانوا نجوما في سماوات الجزيرة. اسمحوا لي عبركم أن أحيي جميلا ضيوف الأكارم وأبتدر هذا الترحاب بابن تونس نضرة وخضرة وندرة. ضيفي الأول لهذا اللقاء أستاذي يوما ما، لكن صفة التلمذة هي تحمل لدي الدوام والاستدامة. لولا بعض المعيقات الفنية لما حييتك إلا وقوفا. أنا أحييك جميلا أستاذ محمد كريشان، وأنت ضيف كريم على هذا اللقاء. شكرا ست سلمى، وشكرا المقدمة الجميلة، شكرا لك. أهلا بك. الأستاذ سامي الحاج الذي حمل رايات النضال والكفاح والمجابهة والمصابرة عبر السنوات. أنا أحييك في هذا اللقاء عميقا وجميلا وجزيلا، وأنت تحمل الصفة الاعتبارية الآن بوصفك مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان. هل هذا هو الوصف الصحيح؟ نعم. أهلا بك كثيرا. وأهلا بأهل الكرام، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله أن يعيد عليكم هذه المناسبة بالخير واليمن والأمن والسلام والاستقرار. مرحب بك في دوحة السلام. أهلا بك كثيرا. ضيفي الذي أرحب به على التوالي ابن الجزائر الأبية الذي أحب السودان فبادله السودان حبا بحب. إذا كان الغلبة لمن أحب فنحن الغالبون، والسودان يحبك كثيرا. أستاذ عبد القادر العياض، أهلا بك في هذا اللقاء. شكرا جزيلا، أحييك وأحيي جمهورك وكل الشعب السوداني بهذه المناسبة، وأرجو أن تكون سهرة ندخل فيها إلى قلوب السودانيين بعد أن ندخل بيوتهم إن شاء الله. أهلا بك كثيرا فيها. حياك. الإريتري الوحيد في الفضاءات العربية، والذي نصف الشعب السوداني على يقين بأنك من بني جلدتهم، أما النصف الآخر فهو يقارع وبالحجة أن هذا الوجه وهاتيك المآقي من حيث التقى النيلان. أهلا بك عثمان أي فرح، ضيفا كريما على هذا اللقاء. الله يخليك. أعتقد مش الإريتري الوحيد، يمكن أول إريتري، بس هناك آخرون يعني ربما لا يتسع الوقت في الفقرة التقديمية دي إن احنا نذكرهم. وعموما شكرا جزيلا وأهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا وحبابكم عشر. أهلا بك كثير. الدكتور صلاح الزين، أنا أحييك في هذا اللقاء علما وعملا وأملا فأن يظل السودان بتمثيلك وبأمثالك في منابر الدنيا دوما بخير. أهلا بك كثيرا. شكرا جزيلا وأهلا وسهلا، وكل عام والجميع بألف خير. أهلا بك كثيرا. سعداء بهذه الاستضافة الكريمة. الجميلة صاحبة العزيمة التي لا تلين، بدأت باكرا مصابرة ومكابرة وعازمة على أن في محطات الدنيا متسع لوسيلة علمي. أهلا بك كثير. شكرا سلمى. هذه مناسبة جميلة أنه نعيد على ناسنا في السودان. صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير، وأهلا بك معنا هنا في الدوحة. أهلا بك كثير. الله يسلمك. أنا يمكن في بداية هذا اللقاء سأبتذر المحاور بلمحة شخصية ليتعرف المشاهد السوداني على نجوم أحبهم عبر الشاشات، لكن هذه اللقية أكثر قربا. أستاذ كريشان، وأنت يعني حفيد لجد ثائر. منذ البداية كان لك مساحات قريبة جدا من الثوار، من المصادمة، من اللغة الخبرية بهذا الاحتكاك. يعني أنت حفيد لجد حمى الثوار وسلاحهم بالتخزين في ذلك الوقت الباكر، وقضى نحبه في السجون دفاعا عن أسلحة الثوار تحديدا في الجزائر. شكرا لك على هذه البداية. الحقيقة أنا جدي محمد ووالدي سماني على اسمه، وجدي توفي مسجونا ومنفيا في السجون الجزائر، في السجون الفرنسية في الجزائر. فيعني أنا عندي علاقة حميمة بهذا الاسم وبهذه التجربة. فعلا جدي ضبط وهو يخبئ أسلحة الثوار التونسيين في مدينة القصرين المحاذية للحدود الجزائرية، ولأجل ذلك اعتقل وسجن ومات هناك ودفن. وأنا يحز في نفسي أن والدي حتى وفاته لا يعلم حتى أين هو قبره.
وأنا سعيت ولم أفلح، فربما وسيلة أو عبد القادر يساعداني في ذلك. وأعتقد أن هذه التجربة رسمت ملامح الوالد، وبالتالي انتقلت إلي تدريجيا مع الزمن. سامي، يعني العدد 6 من السنوات ومن الشهور. شكرت سجانيك في آخر مقابلة قبل يعني مقابلتك للحرية بأن منحوك عينا أخرى قريبة وبصيرة ودقيقة جدا في معايشة المعاناة والتعذيب والمعتقل عن قرب. هذا الشكر في هذا المفترق وهذا المنحنى والمنعطف التاريخي في حياة سامي الحاج. والله في الحقيقة من رحم الأسر تولدت فكرة أنه بجانب أن أكون إعلامي أكون أيضا أنقل الصورة. أنا كنت مصور في الجزيرة، فأريد أيضا أنقل صورة المعاناة تحت الأشخاص، وتولدت فكرة مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان. فهو جاء من أجل تجسيد رسالة الجزيرة، صوت من لا صوت له. يمكن حنجي في محاورنا تباعا عن إيجاد مراصد حقيقية لمسألة الانتهاكات للإعلاميين والصحفيين والقتل وتصنيف جريمة ضد الإنسانية، عدم إفلات الجناه من العقاب، كلها محاور سنتبعها بالتدريج. أستاذ عبد القادر، سنوات من منافحة ومكافحة سوح الإعلام، وصرت إليها قريبا وحبيبا وأليفا إلى الشاشة والمتابعين، سنوات من مزاولة العمل الصحفي. خليني أول شيء أعقب على كلام أبو صالح. دعوته لي والأختي وسيلة فيما يتعلق بمصير قبر جده. أيهما أعظم الآن، جد محمد وجد أي عربي أو إنسان وقف إلى جانب الثورة الجزائرية، إلى جانب الحق واستشهد؟ هو أكيد زرع له في قبر كل جزائري أو في قلب كل جزائري زرع له حياة. فجد محمد موجود في داخل كل جزائري، لأنه هؤلاء الناس يخلدهم التاريخ ويحيون في قلوبنا وهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فأنقل الطمن، هو موجود حي في قلوبنا قبل أن يكون له قبر، والقبر على رمزيته، ولكن رمزية الشهيد في قلب كل واحد فينا أعلى من قبر يخلده. وإن كنت أتفهم حكم القرابة والدم أنه يكون يتمنى هذه المسألة. فيما يتعلق بالتجربة الإعلامية، وأنا بالمناسبة هذه أنا سعيد مثل ما قلت في البداية أني أنا بوجودي هنا، لأنه أنا جغرافيا أنتمي إلى الجنوب الجزائري، فتضاريسي الثقافية تشبه كثيرا التضاريس السودانية. وقد يرى في الكثير من الإخوة السودانيين حتى الذين يسكنون في النجوع والقرى والأرياف نموذج لشاب نشأ في قرية بعيدة نائية. وتعرفي المدن والدول في الدول العربية عادة المدينة تحتكر كل شيء، لكن الحمد لله أنا ابن قرية في الصحراء، ومع ذلك الحمد لله أول شيء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أنه مشينا في هذا السلم خطوة إلى خطوة إلى أن تخرجت من الجامعة. بدأت في الإذاعة الجزائرية ثم التلفزيون الجزائري في عز سنوات الأزمة الأمنية في الجزائر، في عز سنوات الإرهاب. كنا صحفيين، أو كان لفظ صحفي ليس هينا. صحفي معناه أنك تموت تقتل، وقد فقدت الساحة الجزائرية الكثير من الزملاء الذين أترحم عليهم بهذه المناسبة. فكانت قيمة التجربة في قيمة المرحلة التي أصبحت فيها صحفيا. ثم كانت تجربة الجزيرة، وأنا اليوم معكم سعيد أن أطل على الجمهور السوداني من خلال نافذة الجزيرة، وهي أيضا نافذتي. أهلا بك كثير. الله يخليك. يمكن برضو حنجي على وصف الخرطوم بعيون جزائرية عبر هذا التجوال في شوارع الخرطوم، وأنا أعلم أن لك يعني جولات وصولات في شوارع ومعالم وملامح الخرطوم. عثمان إريتري الأصل، إثيوبي الميلاد، بريطاني الجنسية، بدأ الدراسة في اليمن. صحيح. كل هذا التجوال والتطواف في عوالم الدنيا قد تكون شيء من القدرية أن يطوف الإنسان على كل هذه الجغرافيا المتعددة، لكن ثمة مكتسبات عظيمة جدا من أن تنفتح عينا طفل على العالم بمنظور مختلف وأبعاد أكثر اختلافا. صحيح. هو أيضا تعقيبا على كلام أبو صالح، مش عارف إذا كانت من قبيل الصدفة أن احنا كلنا مولودين في
أسر فيها نوع من الثورية، لأنه أنا ولدت ووالدي معتقل. ولدت في أديس أبابا أيام الاستعمار الأثيوبي لإريتريا، ووالدي معتقل في السجن بتهمة التعاون مع الثورة. وأيضا يعني إحنا موضوع الثورة ده كنا عايشينه على طول. وخالي اللي هو ابن عم والدتي المناضل أحمد محمد جاسر هو كان رئيس المكتب العسكري في قوات التحرير الشعبية. وليس فقط أسرتي، كل الأسر الإريترية يعني أسر مناضلة، وما في أسرة إلا وفيها شهيد. أنا اتولدت في أديس أبابا. بعد كده بحكم الظروف أن الوالد كان في السجن اضطرينا أن نهرب أنا ووالدتي وأختي على جمل إلى جيبوتي، ثم انتقلنا إلى المملكة العربية السعودية لفترة، مدينة جدة، ثم إلى صنعاء. سنة 91 سافرنا إلى لندن. فأنا فعلا يعني هناك جزء من يعني في وجداني من كل هذه البلدان. وعايز أرجع لموضوع أنه السودان، وناس كثيرة بيعتقدوا أن أنا سوداني. أنا سوداني فعلا، لأنه أقول دائما أن الحدود لازم نتذكر أن الحدود هذه هي خطوط وهمية، مش نحن اللي حددناها. ولا يمكن أن نقبل انه يجي آرثر او توني او جون بيير او فيتوتشيني ولا لينغويني ويقول انه انتوا هنا تونس، وانتوا هنا الجزائر، وانتوا هنا السودان، وانتوا هنا اريتريا. في تداخل كبير. كثير من القبائل، انا قبيلتنا ايضا يوجد لها عمده في السودان، هو عمنا عبد الله ديتا، بوجه له التحيه من خلال شاشتكم. فيعني أذكر إخواننا السودانيين والإريتريين والجزائريين والتوانسة والكل أنه لازم أن هم يذكروا هذه الحقيقة، حقيقة الحدود الوهمية. نعم، يمكن لأنه هذا المحور الأول محور قصير، يعني تجدر الإشارة إلى تأثرك بجدك وحفظ القرآن، والقرآن هو الهادي في الحياة عموما لكل مسلم، وتحديدا في العمل الإعلامي. سلامة اللغة، النطق، البيان، التبيان، كلها أشياء مستمدة من هذه اللغة العظيمة، لغة التنزيل، القرآن الكريم. أنا أنتقل، بس أنتقل عشان الناس ما تفهم غلط، أنا لم أحفظ القرآن الكريم، يا ريت طبعا، بس جدي والد أمي الشيخ عثمان عبد الله جاسر كان طبعا شيخ وإمام مسجد وقاضي شرعي، ودرسني القرآن وختمته كان عمري 5 أو 6 سنوات قراءة، فده اللي فتح الباب. إن شاء الله يعني الحفظ ربنا يكتبه ليك وللحاضرين، اللهم آمين. دكتور صلاح الزين، وأنت الدارس للهندسة، وكأنما المجال البحثي والأكاديمي لا ينفصل عن هذه الهندسة. الجانب البحثي عموما جانب دقيق، تشعيباته وتشعباته تفضي إلى نتائج بالضرورة هي نتائج حتمية يعول عليها في السياسات، في الرؤى المستقبلية، في السياسات حتى للدول. ما علاقة البحوث بالهندسة؟ وكأنما أنا ابتدرت هذه الإجابة. شكرا جزيلا. جريا على يعني ما ابتدره الزملاء، أنا ابن قرية، ولدت في أقصى غرب السودان في دارفور، في قرية حرمتني ظروف الحرب أن أزورها لتقريبا الآن حوالي 13 عاما. أنا أتبع أخبارها بصورة يومية. من أسعد ما سمعت في الأسابيع الماضية أنه بعض أهل قريتنا بدأوا يعودوا، يتحدوا الظروف الأمنية ليعودوا ليزرعوا ويعيدوا الحياة للقرية التي ولدت فيها، نشأت فيها، تشربت فيها كثير من القيم والمعاني في خلوتها، في مدرستها، في شوارعها. سعدت كثيرا مؤخرا نسمع أن بعض أهل القرية بدأوا يتحدوا الظروف ويعودوا هنا. فأنا ابن تلك المنطقة. درست هندسة العمارة في جامعة الخرطوم، ولكني لم أعمل كمعماري، وكنت تعلمت في هندسة المعمار أن المعمار أسلوب حياة وليست مهنة. وعندما تخرجت اهتممت كثيرا بقضايا المجتمع عندنا في السودان، بالذات قضايا الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك واصلت دراستي في مجال التنمية، وقضيت بعضا من الوقت في جنوب أفريقيا وفي البرازيل في محاولة للاطلاع على تجربة إنسانية أنا أظن
أننا يعني نحتاج إليها كثيرا رغم بعد المسافة ورغم حواجز اللغة، بالذات البرازيل فيها تجربة إنسانية عظيمة جدا، ولكن بسبب البعد الجغرافي ربما وحاجز اللغة من هناك يعني اكتسبت كثير من المعارف التي دفعتني لأن أواصل في مجال العمل البحثي. طبعا انخرطت في إدارة العمل البحثي من أيام جنوب أفريقيا، عملت هنالك في إدارة عمل بحثي في مؤسسة كانت معنية بدراسة وتوثيق وتحليل تجارب الخدمة والعمل الطوعي في دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومن هنالك انتدبت لتأسيس وحدة تعنى بدراسة أفريقيا في مركز الجزيرة للدراسات، ولكن شاءت الأقدار مع التحاقي بالمركز أن أكلف بإدارة هذا المركز، فدخلت إلى هذا العالم مرة أخرى. أنا طبعا يعني لست من قبيلة الإعلام، يعني لم أدرس الإعلام، ولكن حياتي ظلت تقريبا في تماس مستمر مع الإعلام منذ أيام الدراسة في الجامعة إلى أخيرا استسلمت لقدري وقررت أن أبقى في مجال الإعلام، والآن أمارس إدارة مركز الجزيرة للدراسات، وهو مركز بحثي مثل مراكز الفكر في هذه المنطقة. بنحاول أن نقدم مساهمتنا في فهم التطورات والتحولات العميقة التي تضرب مجتمعاتنا وتضرب منطقتنا. نحاول أن نسهم في تقديم صورة أقرب للعالم ليتفهم ما يجري في منطقتنا. حنجيب أسئلة أكثر قربا من مسألة العمل البحثي عموما. منسوبي هذا العمل المطلوب منهم بالضرورة درجة عالية من الاستقامة البحثية، من الاتخاذ الفكري وما شابه. هذا ما ستعرفنا عليه مشكورا في قادم الفقرات. أنا أحيي أخيرا ليس آخرا العنصر الأنثوي الوحيد في هذه الاستضافة. لست الوحيدة أنت. كضيوف. وسيلة مهام متعددة، عمر باكر. أنا أسميها عزيمة لا تلين. صحفية بمكتب الأهرام بالجزائر، مراسلة التلفزيون المصري قناة النيل، صحفية متعاونة بجريدة الحياة اللندنية، وطالبة جامعية. كيف تأتت بمصر؟ كيف تأتت كل هذه المهام ليافعة صغيرة في العمر كبيرة في الطموح؟ هي مثل ما قلتي عزيمة، وكل شخص له عزيمة. لا يوجد أي مستحيل أمام لما تكون عندنا عزيمة وإرادة وطموح، وبالتالي الحمد لله حققت هذا وعملت في مجالات مختلفة. البداية كانت منذ طفولتي، أحببت الإعلام، وأقول حظ أو أقول صدفة دخلت إلى هذا المجال، لكن من الأساس كنت فعلا أحبه. بدأت في الصحافة المكتوبة لأنه أعتقد أن الإعلامي يجب أن يكون له أساس قوي، وهو أن يتمكن من الكتابة، تكون له قدرة على الكتابة، ويكون متمكن في فنيات التحرير وما إلى ذلك. فبدأت من الصفر، حتى من قبل الأهرام بدأت في صحف محلية جزائرية. كنت أنزل إلى الميدان، أعمل أكثر شيء مع الناس اللي هم في المشاكل اجتماعية ومشاكل مختلفة. لمست المجتمع عن قرب. بعد ذلك التحقت بمكتب الأهرام في الجزائر، وبعدها تلفزيون مصري مثل ما قلتي، مراسلة من الجزائر. انتقلت إلى مصر لإتمام دراستي العليا هناك في القاهرة، وفي نفس الوقت كنت أعمل كمراسلة للخبر الجزائرية، جريدة الخبر، ودخلت إلى عالم التلفزيون كمذيعة لأول مرة في مصر. قناة بيئتي، وبعد ذلك قناة الساعة، وقبلها كانت قناة أو تي في. أسسنا لقناة أو تي في. ربما هي فرصة لكي أشكر كل من عرفته في مصر، لأنه كانت تجربة جدا غنية بالنسبة لي، هي التي أوصلتني إلى الجزيرة، إلى الدوحة. إذن في هذه التقدمة القصيرة تعرفنا عن قرب إلى ضيوف الأكارم في هذا اللقاء. هو فقط فاصل قصير يفصلني عن مزيد من التناول والتداول والسجال حول موضوعات تهم الشأن الإعلامي عموما، وأنا في معية وحضرة نجوم الجزيرة. تابعونا. أهلا بكم من جديد. أهلا بكل المتابعين والذين انضموا توا للمتابعة والمشاهدة. الذين انضموا الآن فاتهم الجميل، والذين سيبقون معنا هم على موعد بالمفيد بإذن تعالى عبر هذا اللقاء. أنا أرحب مرة أخرى
بالمشاهدين وبضيوف الأكارم داخل الاستوديو. يمكن في بداية الحديث أو المحور الأول من الحلقة تعرفنا على لمحة شخصية، بقي الآن أن نتحدث عن محاور تتعلق بحوار الموضوع، هو حوار نجتمع عليه جميعا كإعلاميين وضيوف منسوبي قناة الجزيرة. الجزيرة تحمل شعار الرأي والرأي الآخر. أستاذ كريشان، هل الخبر يمكن أن يصنف الرأي أم هو حقيقة تخضع لاحقا للتحليل، للدقة، للأمانة في النقل وما شابه من مطلوبات الخبر؟ ماذا عن الرأي والرأي الآخر؟ والله هذه الجدلية القائمة باستمرار في مجال الإعلام، والتي ازدادت حدة في السنوات القليلة الماضية بفعل التجاذب الكبير في الساحة العربية وحالة الانقسام واختلاف الرؤى في كل شيء. يفترض القاعدة الذهبية التي عرفناها أن الخبر مقدس والرأي حر، لكن الخبر أيضا اتضح في السنوات القليلة الماضية على الأقل أن للخبر زوايا مختلفة. وأنا لا أقول بأن الجزيرة تحتكر الحقيقة ولا تحتكر الخبر الصحيح، وأن كل ما عداها في ضلال مبين. الواضح الآن في السنوات الماضية أن لكل حقيقته ولكل زاويته في النظر، فبالتالي يفترض أن الحقيقة واحدة، ولكن واضح وجلي أننا طوال السنوات الماضية كل ينظر إلى هذه الحقيقة من زاوية معينة حتى نكون واضحين وصريحين مع أنفسنا. وبالتالي عندما تنظر إلى الحقيقة من زاويتك الخاصة حتى تحليلك أيضا يخضع لهذه الزاوية. فحتى في تنويعك للضيوف، وهذا الكلام ينطبق على الجزيرة وغير الجزيرة، حتى في تنويعك للضيوف أنت تحافظ على رؤيتك من هذه الزاوية للحقيقة. فربما نحن الآن في عصر من أراد أن ينظر إلى الحقيقة من زوايا مختلفة عليه أن يشاهد أكثر من محطة، وهذا عندما نقوله لا نقلل لا من شأننا ولا من شأن الآخرين، ولكن تشعب الوضع السياسي فرض هذه المعادلة. هي ليست مريحة، ولكن هذا هو الواقع. أستاذ سامي، يمكن من ذات الاتجاه في زاوية أكثر خصوصية، الكاميرا أيضا وسيلة خطيرة جدا ودقيقة جدا وأكثر صلة وقربة من الحدث. في ظل الحادث الآن والراهن في مجالات الإعلام وعالم الخبر، أصبحت الجدة وأصبحت الآنية هي الفيصل في تناول المجال الخبري عموما. هل يمكن للكاميرا أن تلتقط نفس الصورة لكن من زوايا مختلفة، تكون للرؤية البشرية أو لعين المصور الآدمية رأي في هذه اللقطة تحديدا؟ في الحقيقة نستطيع أن نقول الكاميرا هي أصدق من ينقل الصورة، لأنها هي تتعامل في نقل الحدث بدون يعني إضافات. المصور قد يزيد هذا الجانب في اختيار الزاوية المناسبة. هو عندما يريد أن يصور حدث بيضع نفسه مكان المشاهد، فيحاول من خلال العدسة أن يصور الصورة اللي ينبغي أن يراها المشاهد لمعرفة تفاصيل الحدث. ويقوم زملائنا الصحفيين الآخرين بتوضيحات، بحقائق، بتوصيل الصورة مع الخبر. فأنا بعتقد بأنه المصور هو أول شاهد على الحدث، ووجوده أيضا في مكان الحدث يزيد مصداقية أكثر في توصيل الحقيقة. نعم، يمكن حنجي في يعني محاورنا المتعددة عن أول ما تلتقط العين قبل الكاميرا. يعني الخبر يعتمد في مكوناته على الضخامة، الحجم، الطرافة، الغرابة، المنافسة، جملة أشياء تجعل الخبر أكثر تناولا وتداولا. أستاذ عبد القادر، يمكن في ذات الاتجاه ما بين الرأي والخبر، يعني مساحات الرأي قد تتعدد وتتباين، والخبر يبقى الحقيقة الماثلة للعيان، تخضع لاحقا كما أسلفت للتقييم، التحليل، أمانة النقل، الدقة وما شابه، أو حتى الاختلاف. فقط حتى لا أكرر ما تفضل به أبو صالح، خليني أخلي الجلسة أكثر أريحية. أعطي مثل جزائري. في مثل جزائري يقول لك الأسد واحد والخزرة مش كيف كيف. هشرح. معناها أنه لو كنا جالسين وجبنا أسد وطلبنا من كل واحد فينا أنه
يصف مشاهد في الأسد، مع أنه الأسد واحد. كل واحد منا حينتبه على زاوية معينة لها إسقاطات معينة على ذاته وعلى خصوصيته في نظرته للأسد، مع أنه الأسد واحد. التعاطي مع الخبر في حد ذاته، وإن كان خبر واحد ونتابع جملة وسائل الإعلام تغطي هذا الخبر، سنجد مساحات ربما مع أنه كلهم نقلوا نفس الخبر، صورة الأسد اللي حكيت عليها، لكن التعاطي معه يخضع لجملة عوامل تميز كل واحد فينا بشكل شخصي وفي الإطار الكلي اللي هو فيه، إذا يشتغل في صحيفة أو يشتغل في قناة تلفزيونية أو غير ذلك. جملة عوامل هي تصنع المسافة وتجعل من هذا السؤال طرحته الآن هو سؤال مطروح بقوة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقناة مثل قناة الجزيرة، ونحن اليوم ضيوف عندكم في قناتكم ونحن سعداء بهذا اللقاء. إذا العلاقة بين الخبر والرأي هي شبيهة بهذا الصورة، على افتراض الحالة الطبيعية التي لا تخضع لظروف ومؤثرات هي خارج البحث النزيه. لا أتكلم عن وسائل الإعلام تخضع لضغوط معينة، أتكلم على ما هو أقرب إلى الطرح الأكاديمي. في مساحات طبيعية حتى لو افترضنا النزاهة بين احنا جميعا في وصف الأسد، في خصوصية هي تجعل وتخلق هذا التميز بين كل طرف منا والطرف الآخر. أنا أعتقد أنه هذا الأسد سنكون أنا ووسيلة الأكثر قدرة على وصفه من ناحية الرعب اللي حيكون أكثر من البقية. لا ما يخاف عليكم أنتم، لا. عثمان، يمكن هو سؤال مولد من هذا السؤال الابتداري عن الصحافة ما بين العلم والفن. الآن أصبحت لغة الصحافة لغة تخضع للعديد من التحسينات البديعية، من الجواذب حتى يكون الخبر أكثر تداولا وانتشارا. العلم هو الشيء المحدد بقوانين لا نستطيع أن نتجاوزها، بينما الإبداع فيه مساحة للرؤى الفردية. الصحافة ما بين العلم والفن، أين تراها وأين يراها عثمان أي فرح؟ والله يعني زي ما تفضلوا، يعني هي بتخضع لمقاييس تتعلق بالمؤسسات وسياساتها التحريرية وأيضا الأفراد، فبالتالي زي ما قال لك الخزرة مش كيف بالمثل الجزائري. المؤثرات الإبداعية ضرورية. متعدد اللهجات تستغليه في هذه الحلقة. جدا. اشتغلت أنا في قنوات كثيرة، قناة تونسية بالمناسبة وجزائرية وسورية وهكذا يعني. المهم وسودانية، خلينا نقول الآن شاركني في هذا اللقاء على الأقل. وسودانية تقديما. عشان كده تلاقي إنه فالمؤثرات الإبداعية أكيد ضرورية عشان إحنا يعني حتى نتماشى مع العصر. لذلك يعني دائما القنوات بتحاول إنها تجد الجديد في هذا السياق، ويمكن الشروق خير مثال. إحنا عارفين إنه القنوات السودانية والقنوات في المنطقة دي كانت ماشية بنهج معين من ناحية الشكل، ثم ظهرت الشروق بهذه الحلة الأنيقة ومع شعارها شمس السودان التي لا تغيب. وأنا كنت من السعداء أن أرى قناة بإمكانها أن تعكس عاداتنا وثقافاتنا المتعددة طبعا وتقاليدنا وتناقش قضايانا بهذه الأناقة. فبالتالي أيا كانت المؤسسة وأيا كانت عراقتها وعراقة العاملين فيها، هي تبحث عن الجديد فنيا. وبالمناسبة احنا منتقلين ان شاء الله الى مبنى جديد وحيكون في شكل جديد لقناة الجزيرة، حاجة ضرورية جدا. نعم دكتور، يعني الحديث عن الجانب البحثي، يعني مركز الجزيرة للدراسات هو واحد من المراكز المعول عليها تحديدا في المنطقة العربية لجانب البحث المقدر الذي تقوم به، لجانب الاستقامة البحثية التي يتميز بها منسوبي المركز. تحديدا السؤال ما بين تأودة العمل البحثي وما بين مطلوبات بعض الجهات التي تستفيد من هذه النتائج، يعني هذه الموازنة بين أن يكون البحث على تأودة وعلى يعني استقرار بحثي وعلى زمن مقدر، وما بين المطلوبات الواجب أن توفر في التوقيت الآن المحدد من قبل بعض الجهات المستفيدة. نعم، الحقيقة أنت طرحت المعضلة الأساسية التي نتعامل معها بشكل يومي، وهي قضية الالتزام بالمعايير البحثية كما هي مطلوب، ولكن في نفس الوقت بحكم أننا جزء من مؤسسة إعلامية وزبائننا هم مرتبطين بمتابعة الحدث، المواكبة ضرورية جدا في عملنا.
لأن بإمكان أي مركز أبحاث مستقل ولا تابع لمؤسسة أكاديمية يستطيع أن يعمل على راحته. يعني ممكن أنجز تحليل لحدث ممكن ينجزه بعد شهور ويخرج بعمل جميل ولكنه في وقت لا يفيد، ربما السياسي لا يفيد، الدبلوماسي لا يفيد، الإعلامي. احنا معادلتنا صعبة أن نظل مواكبين ولكن في نفس الوقت محافظين على المعايير البحثية التي بطبيعتها تتطلب وقت وتتطلب أناة بغير إيقاع الإعلام. وهذه المعادلة نحن يعني بنحاول أنه نتعاطى معها بطرق مختلفة، من بينها أنه نحاول أحيانا نستشرف، يعني نتصور، نضع سيناريوهات لأنه الأحداث إلى أين يمكن أن تأخذنا، ونبدأ نعد أوراقنا ودراساتنا توقعا لما يمكن أن يحدث، في محاولة مننا عندما يأتي الحدث أن يكون لدينا على الأقل ما يمكن أن نستند إليه في فهم الديناميكيات التي تحرك الأحداث. وهذه عملية ليست سهلة. النقطة الثانية أيضا بطبيعة المتلقي الذي نتعامل معه، ولا يتعامل مع أوراق أكاديمية طويلة تفصيلها، هو يريد عمل ذات مصداقية ولكن موجز يستطيع أن يتعامل معه إذا كان صحفي أو سياسي أو دبلوماسي. وبالتالي الشكل نفسه الذي نخرج به العمل تحدي آخر، خصوصا في هذا العصر اللي الكل يتنافس على قضية الحصول على الاهتمام، لأنه أنا أريد أن أوصل هذه المعرفة وهذه القراءة للأحداث وهذا التحليل إلى أذن أو بصر صانع القرار الذي يؤثر عليه مؤثرات أخرى. فهنا تقع المنافسة أيضا، هو عامل تحدي آخر. في تعليق سريع أيضا يمكن ما تفضل بالزملاء قضية الرأي والرأي الآخر. حبيت بس أضيف نقطة بسيطة، وهي أنه الجزيرة مثل غيرها تحاول أن تقدم وجبة إخبارية، وفي هذا الخبر هو جزء منه، ولكن هنالك التحليل وهنالك التعليق. ومسألة الرأي والرأي الآخر أظهر ما تكون في الجوانب الأخرى، تلاقي الفرقاء في ساحة واحدة، وهذه موجودة في كل نشرات أخبار اللي تقدمها الجزيرة، في كل برامج. قضية التحليل والتعليق هنا بتظهر أكثر مسألة الرأي والرأي الآخر. فيما يتعلق بالخبر نفسه يمكن الجزيرة مثل غيرها تجتهد في أن تقدم صورة متوازنة للخبر، ولكن لا تكتمل الرسالة إلا من خلال إتاحة نعم، الفرصة. ويبقى تبقى الحقيقة أكثر اكتمالا في مجابهة ومواجهة الفرقاء في ساحة واحدة بلا ساتر للحقيقة أو حتى المواجهة. وسيلة يعني تتشابه الأخبار، حتى القارئ الآلي، حتى عبارات الربط ما بين الأخبار اللصيقة ببعضها أو القريبة أو المتغايرة والمتباينة. ما الذي يرمز أو ينجم مذيع الأخبار عن غيره من الزملاء؟ هل هو الحوار داخل النشرة، الحوار المولد أو المستنبط من داخل النشرات، أم هي الأخبار الحية المفاجئة التي نسميها اصطلاحا الخبر العاجل؟ حسب يعني السؤال، هل ينجم كنجومية أم كنجاح؟ لأنه النجومية الآن أي شخص بإمكانه أن يكون نجم. الآن نعيش في عصر المنافسة، عصر الفضاء المفتوحة، عصر الإنترنت. هناك نجوم في سناب شات، هناك نجوم على تويتر، على الانستغرام، على الفيسبوك. هؤلاء ليسوا بمذيعي أخبار، وإنما نتحدث عن مجموعة مقدمي الأخبار. ما الذي يميز مذيع آخر في أن يكون أكثر نجومية وربما أكثر إشعاعا في مجال الخبر، والخبر إلى حد ما محجم في مجالات التعاطي؟ النجومية هي نسبية، ربما المشاهد هو الذي يقرر. مثلا يحب مذيع، يحب ربما طريقة تقديم عبد القادر عياض، أو ربما يحب طريقة تقديم محمد كريشان أو عثمان أي فرح أو الأستاذ جميل عازر أو غادة عويس أو خديجة بن جنة أو فيروز زياني. في الجزيرة كمحطة واحدة تجدين كل المدارس، فهناك الذي يقدم بطريقة الهادئة، هناك الذي يقدم بطريقة فيها نوع من القوة، في الأسئلة تكون أسئلته قوية. فهي عبارة عن مدارس وشخصيات مختلفة. أنا حريصة على أن أكون أنا، يعني لا أغير من نفسي، لا أريد أن أشبه أي أحد، أن أقدم الأخبار بطريقة هادئة تشبهني، وبالنهاية المشاهد هو الذي يقرر إذا ما كان هذا المذيع جيد بالنسبة له. لكن بطبيعة الحال هناك شروط لا يجب التغاضي عنها
اللغة العربية، اللغة السليمة، النطق، المخارج، الحروف، الحضور، هذه كلها هي شروط ربما الجزيرة حريصة عليها قبل توظيف أي مذيع. أستاذ كريشان، في يوليو الماضي أكملت 20 عام من الانضمام في قطرة الجزيرة الهادر مأوى. هذه 20 من السنوات وما قبلها من مزاولة العمل الصحفي تجعل منك خبير. أنا طبعا ابتدرت هذا اللقاء بأنك أستاذي، وأنا يعني تدربت على يديك. العفو. 20 سنة وأستاذي، لا ما زال شابا. بارك الله فيك عبد القادر، شكرا. واضح أنه أنا مستفيدة أصلا من لغة التلمذة دي، يعني إذا كان فيها هو الآن مدين لي بمجاملة بعد شوي. يعني يمكن هو ذات السؤال اللي وجه لوسيلة، إنه ما الذي يجعل المذيع ما أكثر ترميزا من بقية المذيعين، علما بأن اللغة الخبرية هي ذاتها. يعني هل تعرف أنه بعض المشاهدين أنا صادفت يعتقدوا عبقرية مغايرة في مذيع الأخبار، لأنه بيفتكروا أنه بيسمع النشرة حفظا، كأنما هذه النشرة فحقه ما نتكلم عن القارئ الآلي، نتكلم عن هذه العبقرية في الحفظ. شوف، هذه التنويعة بين المذيعين الحقيقة أنا أشبهها بالتنويعة في مجال التمثيل أو في مجال الغناء. في النهاية الكل يغني، لكن على أساس أنك أنت ما زلت ترغب في عزف العود. يغني. الكل يغني، لكن أم كلثوم غير شادية، غير نجاة، غير فايزة أحمد، غير هيفاء وهبي، غير سيد خليفة. وأيضا حتى في التمثيل هناك نور الشريف، محمود ياسين، عزة العلايلي. ففي النهاية المجال الصحفي التلفزيوني فيه الجانب الصحفي الحرفي وفيه الجانب النجومية. ففي النهاية من الذي لديه القبول، من يحب أكثر من غيره، هذه مسألة نسبية ومسألة فيها ذائقة. فقد يكون البعض يستلطف محمد كريشان والبعض الآخر لا يستلطفه، لكن في النهاية بعد تراكم سنوات تتضح الأمور بشكل أو بآخر، يعني مش بطريقة علمية 1+1، لكن هناك سلم أفضلية لدى الناس لا تستطيع أن تقيسه بمقياس دقيق كالمتر، لكن في النهاية هناك معادلة معينة تستقر في وجدان الناس حول المستويات. لكن علينا أن نؤكد أنه في النهاية الكل لهم مجال، مثل المجال الإبداعي الغنائي الكل يغني، مثل المجال التمثيلي الكل يمثل. من يحب هذا قد يحب الآخر أفضل، وهكذا. فهي مسألة تظل نسبية وفيها هامش مزاجية إلى حد كبير. سامي، في هذه النجومية، في آخر حديث لك وأنت في معتقل غوانتنامو، تحدثت إلى الذين حرموك الحرية 6 من السنوات وأخرى من الشهور ذاتها، لناحية العدد 6، بأنهم صنعوا منك بحسب قولك من مصور مبتدئ إلى نجم يناصر قضيته الآلاف حول العالم. هل النجومية أحيانا تصنع الأحداث، تصنع المواقف، تصنع الممتحنات في المسيرة المهنية؟ والله أنا بعتقد بأنه النجومية هي مسؤولية في المقام الأول، بتحملك المسؤولية على قدر الدرجة اللي أنت وصلت لها من النجومية. أستاذنا محمد كريشان النجومية بتاعته بتأكد عليه بأنه ينبغي أن يكون على قدر مستوى في تعامله مع المجتمع، في تعامله في الوسط الإعلامي، في حركاته، في أفعاله، في أشياء كثيرة. فأنا بعتقد بأنه ما حدث لي هو حملني على عاتقي واجب، هو الوقوف مع الذين يعني يتشوقون للحرية. فأنا بعتقد أنه الحدث خلق علي واجب أكثر من النجومية. يعني الآن يعني ما أستطيع أقول كل سجين ينبغي أن أحمل همه، ينبغي من خلال الزاوية أو الفرصة المتوفرة لي من خلال عملي
أن أكون صوت له. فأنا بعتقد بأنه هي المسألة بتاعت النجومية هي مسؤولية قبل أن تكون يعني شيء الإنسان يفتخر به. وأنت تقتاد إلى المعتقل في تهمة يعني في هذه الحدود الباكستانية في شبهة انتمائك إلى القاعدة، وأنتم تغطون يعني انتهاء حكم الطالبان إثر الهجمات الأمريكية الجوية والأخرى البرية يعني هذا الحدث وأنت تقتاد إلى مكان مجهول بتهمة لا تعنيك. ما هو الإحساس في تلك اللحظة؟ ما هو الصوت المكتوم الذي يعبر عنه الآن مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان عبر هذا الحس والشعور والصوت المكبوت في تلك اللحظة؟ أنا حسيت في تلك اللحظة بأنه مشاهدي ومتابعي الجزيرة حرموا من عدسة كانت توثق للانتهاكات، كانت توثق لأشخاص كانوا يشعرون بالظلم والضيم، كانت توثق. فأنا بعتقد بأنه عندما تم اعتقالي طفيت هذه العدسة، حجبت هذه الحقائق عن المشاهدين. فهذا الأمر هو كان الإحساس اللي كان في داخلي. قد يكون هذا الإحساس تغير عندما دخلت داخل المعتقل، عندما وجدت أن هذه العدسة مرة أخرى فتحت وأصبحت توثق معاناة سجناء جاءوا من مشارب مختلفة، من ثقافات مختلفة، من أفكار مختلفة أيضا. بعتقد بأنه الصحفي هو عين المشاهد. أيضا هذه الحادثة حملتنا مسؤولية بأنه ندافع عن خط الدفاع الأول اللي هو الصحفيين اللي هم شهود الحقيقة. فأنا بعتقد بأنه مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان هو ومضة أمل لكل صحفي في المحافظة على حقوقه حتى لا تطفأ عدسة الكاميرا. يعني يمكن أنا في التقدمة تحدثت عن أنه ثمة رقابة أخرى أكثر بصيرة أكثر اتقادا في العين البشرية. يعني قد تكون العدسة قد أطفئت، لكن هذه الذاكرة الأكثر اتقادا عبر البصر ظلت تعمل طيلة هذه السنوات، سنوات الاعتقال. أستاذ عبد القادر، ما الذي يمكن أن نسميه الأكثر لناحية نسميه إيش؟ نسميه الأكثر لناحية خوف المذيع أو الإعلامي أو المراسل؟ ما الذي يعتبر أكثر ما يخشاه العامل في مجالات العمل الإخباري والتغطيات بجانب الاعتقال أو بجانب الاغتيال؟ سؤال صعب. خلينا نتفق. أول شيء قولي لي عبد القادر وأقول لك سلمى، احنا زملاء حتى يكون البساط أحمد. انت قبل قلت شنو؟ مرة جنبه جرمبو؟ ناس السرة مرة جنبه جرمبو. أنا ذكرت قبل شوي فقط فرصة حتى أترحم على روح الفنان والمطرب السوداني الكبير سيد خليفة رحمة الله عليه، وأترحم عليه بالخصوص لأنه يشكل جزء من ذاكرتي وأنا طفل، وهو من القامات الثقافية الأولى اللي عرفتني أنا كمواطن جزائري بالسودان. لما كان يجي يزور الجزائر ويغني من الجزائر إلى السودان تحية حب وعرفان. فأنا نترحم عليه ونترحم على قامات ثقافية مثل هذه. إجابة على سؤالك فيما يتعلق بهواجس الصحفي أو المراسل، أيضا جريا على ما كان على تجربة أخونا سامي، احنا عشنا. أنا بشكل شخصي مثل ما حكيت لك قبل شوي أنه لما بدأت خرجت من الجامعة وبدأت في الإعلام، اختياري للإعلام لما بدأت في الإذاعة كان مقرون بشيء أنا ما أردته ولا فكرت فيه. بلدي كانت تمر بتجربة سياسية صعبة، مخاض، زلزال. صدمت وأنا لم أنتمي لأي حزب سياسي ولا علاقة لي بالنظام السياسي كدولة. شاب بسيط خرج في الجامعة ليس له أي علاقة لا بالسياسة ولا بالأحزاب السياسية. تخرج كان يحب هذا المجال، وجده فبدأ فيه. لكن فجأة صدمت باليوم الأول أنه إذا دخلت هذا المجال فأنت تضع كفنك على يدك. يمكن أن تغتال وتقتل من قبل أي شخص حتى لو من أقاربك. تعرفي مشكلة الفتنة أنه أنت مش عارف من عدوك. فعلاقتنا بهذه المهنة من البداية كانت علاقة غريبة وغير طبيعية، أنه مهنتك يمكن أن تقتلك. فلذلك قد يطغى الآن في تفسيري وإجابتي على سؤالك هو عامل أنه أنا ممكن أقتل وأنا بأي ذنب قتلت مش عارف.
أنا فقط نحب مهنة، ولم يكن هناك أي مجال آخر، أي إذاعة أخرى، أي تلفزيون آخر إلا تلفزيون الدولة. ليس معنى ذلك أن عندي موقف من الدولة، ولكن هذا هو المتاح. وجدت نفسي أيضا أمام هذا السؤال الكبير: تدخل تقتل. طبعا تطورت التجربة بين الإنكار وبين التعرف وبعد الصدمة، وتعايشنا معها بشكل أو بآخر حتى انتهت الأزمة والحمد لله. وبعدين انتقلت لتجربة الجزيرة، وصادف أنه في العمل الميداني أكثر من مرة غطينا في دول فيها حروب، سواء في العراق كتجربة أولى كانت لي في 2004 بعد مرور سنة، وكان معنا أبو صالح في تلك التجربة. وأيضا كنا نعيش هذا الهاجس أنه ممكن مثلا على سبيل المثال كانت عندنا مشكلة في بغداد في تنقلنا، أي سيارة نستقل، إذا استقلينا السيارة اللي موجودة عندنا كانت جيمسي بيضاء، فقد تعتقد المقاومة العراقية أنه إحنا أمريكان ويتم قصفها. إذا استقلينا سيارة وعليها إشارة الصحافة أنه بريس، ممكن أنه أنت يتم أيضا ضربك من قبل أي جهة أخرى. أوكي، في إطار حسابات بلد يعيش نوع من الفوضى العارمة. فكان إشكال أنت كصحفي في أي مكان تكون أي سيارة تستقل على سبيل فقط المفردات البسيطة اللي كنا نعيشها. فأعتقد على التجربة الشخصية هاجسي الكبير الذي كان وما زال بشكل أو بآخر، ولربما عاود انتكس مرة أخرى بعد تجربة الجزائر، هو مسألة السلامة الشخصية في عمل أنا أقوم به، وأعتقد أني أنا أجتهد أني أقدمه وفقا لما يتلائم مع قناعاتي المهنية. ومع ذلك ما زال هذا العامل يعني يقرع في بالي، خاصة أصبح لنا أسر ولنا أولاد ولنا، فالعامل الأمني جدا مهم في فهم أو الإجابة على سؤالك. لو سمحتي فقط إضافة ذكرني فيها الآن أخونا عبد القادر، موضوع العراق 2004 وعلى ذكر السيارات، رح أروي لكم، هي مش طرفة، هي واقعة حقيقية وتدل على الشجاعة والتهور في نفس الوقت. أنا سأجعل السادة المشاهدين في حالة تشويق أكثر أوكي عقب هذا الفصل القصير وهذه الرواية. كونوا على الموعد. من جديد أنا أحيي جميلا وجزيلا كل المشاهدين والمتابعين لهذه الحلقة، وأنا في معية نجوم الجزيرة. كنا قبل الفاصل قد فنيا كنا مطالبين بهذا الفاصل، وقضية لم تكتمل أو قصة لم تكتمل، رغم أنه في أثناء الفاصل كان ثمة شخص ما يحرضني بأن أتناسى أو أتجاوز، لا داعي لذكر اسمه. لا داعي. أخونا عبد القادر ذكر تجربة العراق والسيارات والمسألة الأمنية. كنت أنا وأخونا عبد القادر في شهر أبريل 2004 في بغداد لتغطية خاصة للذكرى الأولى للحرب هناك. ففي مرة دخل إلى المكتب أخونا عبد القادر، وكان في مهمة بالسيارة مع سائق، هو سائق ومصور رحمة الله عليه، اسمه رشيد والي رحمة الله عليه. دخل ورشيد روى الرواية التالية على ذكر السيارات، حتى تشوف لما يلتقي العناد الجزائري مع العناد العراقي شو اللي ممكن يجي نتيجته. يروي رشيد والي وأخونا عبد القادر واقف، ما نعرفش إذا يتذكرها ولا لا، أكيد أتخيل يتذكرها. هم ماشيين في السيارة مع بعض، رشيد والي يروي وقد دخل إلى المكتب، ماشيين في السيارة فلقوا مكان فيه كله إطلاق رصاص، والناس يقولوا لهم ارجعوا. فأخونا عبد القادر قال له، فالآخر بالطبع بدأ يرجع، فعبد القادر قال له ليش راجع، شو جبان أنت؟ قالوا أنا جبان؟ أوريك الجبان. عاود رجع لف واخترق ذلك المكان والرصاص يولول، يعني حتى يرفض، حتى يثبت له أنه هو شجاع، عاد أدراجه. والحقيقة أنا فقط كنت حابب أني أنا أغطي على جبني بجبنه. فقلت لهم يا جماعة الخير، قال لا، هو قال لي أنت جبان وأنا لا أقبلها، فحبيت نوريه أنه أنا مش جبان، وقطعت بالسيارة والرصاص. في أشياء لما تدعيها كويسة ومنها الشجاعة. فقلت له يا أخي الله يستر عليكم، رحمة الله عليه. الله يرحمه. بالمناسبة رشيد والي أيضا قتل من قبل قناص أمريكي في تغطية مع زميلنا، وأيضا تم تفجير رأسه برصاصة من قبل قناص. فأيضا هذا عطفا على كلامك على صعوبة مهنة الصحافة وكلفتها. لما يكون معك مذيع هو عارف تماما الحوار متوجه
فدي خطورة أن تحاور محاورين. الله يكون في عونك. الله يكون في عونك. نسيت دوري. عثمان، وأنت أيضا جابهت هذه المخاطر عبر وجودك ضمن 5 مراسلين تحديدا في كابول. صحيح. أيضا جابهت المخاطر عن قرب. ماذا لديك؟ هو أنا أول يمكن اشتغلت مراسل واشتغلت منتج مش بس مذيع. كمراسل أول مهمة لي كانت أن أنا أسافر إلى أفغانستان، وكنت في 2001 زي ما تفضلتي من مراسلين قلائل من أنحاء العالم في تلك المنطقة. أخونا سامي كان موجود بس احنا ما التقينا، كان موجود الأستاذ تيسير علوني مدير الأخبار حاليا عندنا، عاصف حميدي وآخرين، أنس بوسلانتي أيضا ومنذر النمري وهؤلاء. المهم فكلمت الأستاذ سامي حداد، كنت قد التقيته خارج إطار العمل، فالنصيحة التي نصحنيها كانت إنه قالها لي بالإنجليزي don't try to be a hero، لا تحاول أن تكون بطلا، فالشجاعة الزايدة يعني ما لها داعي. المهم هناك تعرضنا لأخطار كثيرة، يعني وصلت لدرجة إن في واحد خلاص يعني كان حاطط إيده على المسدس زي كده، فاضطرينا ان احنا نغادر وهربنا بهليكوبتر وتسجلنا في طاجكستان، وكانت قصة كبيرة. فيما يخص النجومية أنا حابب أعلق على موضوع النجومية والأخطار، وسوف أربط الأمرين. أولا النجومية، ما يسمى بالنجومية، بتتيح لنا إن جاز أن نقول لنا نحن يعني الكثير من الضوء، الناس اللي بيطلعوا أمام الكاميرا. وعايز أحكي لكم بالمناسبة موقف طريف. هنا في الدوحة كان في توقيع اتفاقية بين الحكومة السودانية و يعني حول دارفور مع جماعة تيجان السيسي. ففي القاعة التي السيسي لو سمحت. السيسي طيب عشان من عنديكم. في مصر تنطق السيسي وعندنا السيسي. السيسي. القاعة اللي شهدت الاتفاقية أنا كنت حاضر فيها، وما يعني لم أكن مكلفا بشيء، بس كما يقول الخليجيون يعني لقافة. بالسودان شنو؟ شلاقة. شلاقة كده، فأنا كنت موجود شلاقة وليس تكليفا. وواقف عامل نفسي ان انا مع الكرو، واقف جنب الكاميرا واسمع كلمه وراء الاخرى وكانت الوفود يعني رفيعه المستوى. الشيخ سمو الشيخ اللي هو سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه كان موجود، وكان موجود الرئيس البشير والرئيس افورقي. المهم واقف جنب الكاميرا ساعتين يمكن وانا اسمع الكلمات، تعبت، حابب اجلس. فوجدت انه الوفد السوداني الرسمي كان وفد كبير جدا. شفت كرسي فاضي، فيمكن لو ما كان الوفد السوداني يمكن أكيد كنت ترددت، بس قلت يعني في كرسي. فجلست في أحد هذه الكراسي شوية، وإذ يعني بشخص يربت على كتفي كده، قال لي أنت بتعرف الفنان محمد وردي؟ قلت له طبعا قامة كبيرة وكده. قال لي طبعا الفنان وردي الله يرحمه يعني كان شخص يعتد بنفسه كثيرا، والسودانيين عارفين الحكايه دي عنه. نعم. وانت عملتي معاه 30 حلقه، انا يعني حاتابعها كلها. المهم فقلت له قامه كبيره وكده. قال لي كان معتد بنفسه. ففي مره واحد قال له يا استاذ على فكره انا معجب بك شديد. فوردي قال له غصبا عنك. فالراجل قال لي فياخ انا معجب بك شديد. نسيت اسمه، كم من بروتوكول رئاسة الجمهورية، مع انه اداني ذكرته يعني. فيعني احييه. النجومية بين قوسين بتتيح اشياء كهذه، وفي امثلة كثيرة جدا. يعني انا حبيت اذكر مثل له علاقة بالسودان. بس من يعتقد انه نجم يجب ان يتواضع كثيرا جدا لما يشوف المخاطر اللي قلنا عليها في افغانستان. بيجوا الناس يسألوا ناس زينا بيطلعوا أمام الكاميرا عنها، أن هناك آخرون. يعني إحنا في اليمن، كنت أنا في اليمن برضو يعني مريت بتجربة مماثلة، أن إحنا كنا مستهدفين، ولما اندلعت الحرب داخل عدن القتال كنا هناك، وطلعنا بأعجوبة.
يعني زي ما قال ابو صالح كنا وسط اطلاق الرصاص في حافله كده زي الافلام ماشيين عكس السير، وكان هناك ثمه مصور رافع كاميرته وسط الاحداث اللي هو اخونا العزيز الشاب السوداني الجميل اشرف ابراهيم بيصورنا. احنا بنحييه من هنا. يا اشرف، ريت يجي كده اشرف يلوح بيده الكريمه. يبشر الاخ محمد ابو زناد مهندس الصوت، يعني بالصدفه هم موجودين الكرو ده، والاخ نور الدين مهندس البث. احنا بنحييهم كلهم من خلف الكواليس. بنحييهم كلهم بيمارسوا عملهم ممكن بكل شجاعه. يعني جاءت الاشاره لانه حي مجهودات اشرف في هذا الجماعه في هذه عشان كده اللقية عبر نحن نجوم اللي الجزيرة. بنطلع امام الكاميرا ازاء جهود زملائنا اللي هم وراء الكاميرا. نعم. لما نتكلم يجب ان نتواضع كثيرا وكثيرا جدا. في ناس منهم الله يرحمهم استشهدوا، شهيد علي الجابر واشرف برضه كان مع الدكتور صلاح قبل شويه كان بيقول لازم نعمل شاهد على العصر مع اشرف. اشرف برضه لما استشهد الشهيد علي الجابر كان الى جانبه. فبس دي الحاجه اللي تعليق سريع على موضوع النجوم، يعني كلمه لابد ان اقولها في حق زملائنا النجوم. يعني في جانب انا اتابعهم مثل اي مشاهد، ولكن مشاهد على الاقل قريب منهم لانه يعني قادر اتواصل معهم هنا، وهي قضيه قدرتهم. يعني من يجلس على ديسك الاخبار اولا عليه ان يضغط على نفسه حتى يبقى مهنيا متوازنا، ورغم انه لكل واحد منا له ميوله له انتماءاته له كذا. النقطه الثانيه يتعاملوا مع اخبار واحداث احيانا ذات ابعاد انسانيه تشكل ضغطا نفسيا هائلا. انا كنت كثير من الاحيان اشفق عليهم، وكنت اتمنى لو دائما يكون في شيء من الدعم النفسي لهم، لانه صراحه في هذا الوقت بالذات اللي منطقتنا تشهد يعني ظروف واضطرابات يعني متواليه واحداث، ويغطوا كوارث انسانيه واحداث في الحروب ومشاهد يعني لا يكاد يتحمله، وعليه أن يبقى متماسكا متزنا محافظا على قدرته على التواصل مع الضيوف وكذا. أنا أتصور أنه هذا جانب حيكون في سؤال أخير عن حقيقة المشاعر الإنسانية في أن تبقى إنسانية. نعم. وضرورات ومطلوبات المهنة في الحيادية وفي تماسك وما شابه. دكتور، وأنت الخبير في مجالك، ما الذي يضمن حيادية واستقلالية مراكز الدراسات والبحوث في المنطقة العربية، خاصة أنها لناحية التاريخ أو إغالة في التاريخ لناحية السنوات لا تعد قديمة التواجد، هي كأنما يعني تقليد جاء إلى حديثا إلى المنطقة عموما بالمقارنة مع مراكز بحوث امتد عمرها لسنوات قاربت 100. ما الذي يضمن في ظل هذه الحداثة حيادية وسلامة المنتوج بعيدا عن الاستقطاب أو الاستكتاب البحثي الذي يمكن أن يمارس؟ ابتداء هذا تحدي عام يعني يواجه كل مراكز الأبحاث حول العالم، قضية الحفاظ على الاستقلالية والحيادية العمل البحثي. أهم ضامن طبعا هم الباحثين أنفسهم الذين ينبغي أن يتحلوا ويتمسكوا بكل أخلاقيات ومبادئ العمل البحثي مثل أي مهنة. هنالك مبادئ أخلاقيات عامة يلتزم بها الكل، ولكن طبعا في الممارسة العملية هنالك قضايا وإشكالات. وحتى على صعيد العالم الآن سيتحدث عن أن من يقدمون التمويل يتحكمون لدرجة ما في أجندة المراكز البحثية، وهذه قضية مطروحة في الغرب مثل ما هي مطروحة عندنا في المنطقة العربية وفي مناطق أخرى. كثير من المساعي الآن لوضع شيء من المعايير التي حتى في حالة التمويل من جهة ما مثلا أن هذا التمويل ينبغي أن لا يؤثر على حيادية العمل البحثي. ينبغي الباحث أن يؤدي عمله كما يملي عليه ضميره كما يراه في المصلحة العامة، لأن الباحث يمثل ضمير المجتمع، هو يفكر ويعمل هذا العمل نيابة عن المجتمع. فإذا تخلى عن هذا وأصبح يميل إلى هواه السياسي أو يميل إلى إملاءات تأتي من الخارج يكون بذلك خان مهنته. فهي قضية أخلاقية في المقام الأول، ولكن هنالك أيضا معايير وضوابط تتواضع عليها مراكز الأبحاث لضمان وتأكيد استقلالية وحيادية العمل البحثي. وسيلة، أنت لست بمعزل عن هذه المخاطر التي يجابهها الصحفي والناقل للخبر والقريب جدا منه، والذي ينقل هذه الأخبار بعين الحياد والمهنية والمصداقية، كلها تجتمع لنقل الخبر سليم ومعافى ويعتمد الدقة والأمانة في النقل، وأيضا الجدة والآنية، كلها مطلوبات تتوافر في راصد وناقل للخبر. بالفعل
الدقة والحيادية هذا شيء على كل صحفي إذا لم يلتزم بهذا الدقة والحيادية فهو حكم على نفسه بالإعدام. الآن المشاهد، نحن في عصر المشاهد أصبح فيه ذكي جدا، وربما عاصرت فترتين من فترات الإعلام. لما كنت في الجزائر كنت أعاصر فترة أن هناك القناة المحلية، الإذاعة، الصحف المطبوعة. الآن أعاصر هذه المرحلة الجديدة اللي نتعرض فيها لأبشع أنواع المنافسة، منافسة من كل ناحية، قنوات بالجملة، مواقع التواصل الاجتماعي الآن بالجملة. إذا ما نقلنا خبر نحن على قناة الجزيرة هناك 1000 محطة و1000 موقع وعشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية تنقل الخبر، وبالتالي إذا لم نلتزم بنقل الخبر الحقيقي والجاد ولا نتحرى الدقة فالمشاهد ربما يعطيك فرصة أو اثنين ولا يعطيك أكثر. وربما أنا لاحظتها في حاجات بسيطة على موقع، على حسابي الخاص على تويتر، إذا ما نقلت خبر واتضح بعد ذلك أنه غير دقيق، وربما كنت في الأول عندما فتحت حسابي كان عدد المتابعين قليل جدا، كنت في بعض الأحيان أتسرع، دعيني أقول، إذا كان هناك خبر إنساني أو خبر فني أو ثقافي أو أي أنواع من الخبر أنشره على موقعي، فأتفاجأ بكم هائل من التعليقات من المتابعين يقولون لي كيف أنت صحفية وإعلامية وهذا الخبر اتضح أنه غير حقيقي. في بعض الأحيان يتضح فعلا أنه حقيقي، لكن بغض النظر هناك من يتابع ويرصد، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحطة كبيرة، محطة إخبارية يتابعها الملايين. فبالتالي الدقة والمصداقية هذا هو رأس مالنا ورأس مال أي صحفي، حتى قبل ما يكون رأس مال المؤسسة اللي أعمل فيها أنا كوسيلة حريصة على أن يكون دقيقة في أي خبر أنقله قراءة أو كتابة كذلك. نعم، يمكن هذه الحلقة أنا أتمرد الآن على المخرج في أنه أستسمح ولا أتمرد في بعض الدقائق المضافة. أخيرا يمكن هو محور مدول بيننا جميعا كمعاصرين لهذه التجربة الإعلامية. القيمة الإنسانية والحس الإنساني يجب أن يحمى، أن يعمل عليه حتى يكون حس متقد بالإنسانية ومستمد بالعافية بشكل دائم. لكن أحيانا مطلوبات المهنة تقتضي أن يحصر هذا الجانب في منطقة أكثر ضمورا وأكثر ركنية. متابعي الجزيرة وما أكثرهم بالملايين حول العالم لن ينسوا لحظة سقوط شهيد واغتيال مدينة. صحيح صحيح. الحقيقة هذا مشهد بقدر ما أنا لم أكن قادرا على التحكم فيه، بقدر ما لا أريده أن يتكرر. نأمل ذلك. لماذا؟ لأن أحيانا القدرة على ضبط الانفعالات مسألة ليست سهلة، ونحن أشبه بالأطباء الذين يعملون في قسم الطوارئ. فإذا دخل عليك جريح في كل مرة وبدأت تلطم لن تقوم بدورك كطبيب ولا كممرض. فأنا هذه اللحظة جاءت هكذا، لكن ما جاء بعدها يستحق ربما عشرات المرات من البكاء والنحيب. ولكن علينا أن نظل محافظين، لا أقول على بردتنا ولكن على جديتنا، وأن نحاول أن نكتم هذا التدفق الذي يفترض أن يكون لدى كل إنسان. ربما نتذكر ما أبكى المذيعة الأمريكية بخصوص الطفل عمران عندما بثت صورته، لأن نحن في النهاية إنسان، كل واحد فينا مذيع أو مذيعة أو إنسان، ولكن تتالي المصائب للأسف الشديد في كل مكان يجعلك إذا كنت رهيف الحس والإحساس فسيجعلك تدمع باستمرار وتبكي باستمرار أو تنتحب باستمرار، وبالطبع هذا تبطل نشرة أخبار، تصير ملطمة. فأنا بقدر ما أقدر تفاعل المذيع مع ما يبثه أدعوهم وأدعو نفسي
انه احنا تكون عندنا قدرة اكثر على ضبط الاعصاب حتى نقدم المادة بشكل جاد لا اكثر ولا اقل. يعني مش عارف اقول لها كيف. هو شوفي طيب جدا ولكن قدم لما بعد. ولكن طيب جدا ولكن لما بعد. هو مستني ولكن لا شوفي، يعني يمكن كل الزملاء والزميلات اول حاجه احنا يعني انا اتكلم عن نفسي بنتعلم منه يعني. العفو. انا كلنا يعني كذلك. ايوه اقول ابو صالح لاني لا استطيع ان اقول كريشان، صح احنا زملاء بس هو بعتبره استاذي يعني. فابو صالح يمكن الزملاء يعرفوا مرتب جدا، ويمكن من بين المذيعين اكثر واحد بيجي بدري ويذاكر والى اخره، هو بيرفكشنست يعني. فحتى الدولاب اللي هو في التشينجينج روم مرتب كثير. هم الشباب دول بيجوا متاخرين ولا شو؟ هو قال لا انا بقول يعني مش حكايه يجوا متاخرين، بس هو فعلا يعني يحرص. الموقف اللي انا عايز احكي عنه انه هو مرات وهو بيكون مركز على النشرة في أشياء ممكن يعني تؤثر على هذا التركيز، فممكن يعصب حد مثلا زي ما حصل معايا مرة داخل طالع مين وفتنت علي خديجة الله يذكرها بالخير. هو لما عرف انه انا لا قال هو انت يا هذا شوية. المهم فمرة شفته مش عارف ايش كان الموقف، بس في حاجة خلته يعصب جدا، كان معصب لدرجة ما يعني ما تتصوريها. وده فين في الفاصل. فأنا كنت حريص جدا إني أشوف الشاشة عشان أشوف يعني كيف بعد هذه التعصيبة هيرجع على الشاشة. أكيد وجهه حيكون باين عليه التوتر والكذا، كأن شيئا لم يكن. صدقيني كان مبتسم، كان أهلا وسهلا. فمش عارف يعني الثبات الانفعالي مهم، ومش أي حد يعني يقدر يعني. بما انك شاهد وراصد لما يحدث داخل غرفة صناعة الأخبار، من هو أجمل صوت يغني في بعض الأوقات داخل أنا عارف إن أنت عايزاني أقول عبد القادر. مش هو؟ انا ايضا حاسس هذا. وهو عبد القادر، بس أنا عايز أقول لك إنه أيضا أبو صالح بيغني، زميلنا زين العابدين توفيق بيغني، توفيق طه صح بيغني، بيدندن يعني تقريبا في كثير، بس أحلى صوت عبد القادر. كيف يتعلق سؤالك أبو صالح أستاذ محمد؟ التورط في الأخبار والاندماج فيها لدرجة أنه الواحد ممكن أنه يعيش لحظة ما طبيعته الشخصية في مهنته. وجميل تعبير أبو صالح لما قال أنه لا تتمنى أن تتكرر، طبعا على المستويين، أنه ما يكون في قتلى ولا أنه المذيع بشكل أو بآخر. باعتبارنا في أجواء عيد فنعطي نموذج مختلف، أنه أيضا ممكن المذيع يكون في موقف هزلي ويحتاج بشكل فطري أنه يضحك. هل تسمح له هذا الإطار اللي هو موجود فيه أنه يضحك أو لا يضحك؟ كثير من المواقف حتى كثير من الزملاء أنه يكون فيه موقف فعلا يستدعي أنك مش فقط تضحك تقهقه، ولكن أيضا شروط المهنة وشروط طبيعة عملك إلخ 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 تخليك تتحكم قدر الإمكان. أحيانا مثلا باعتبار احنا مذيعين، فلما يكون في تقديم نشرات ثنائي فتكون معك زميلة، مثلا أنا مع زميلتي وأختي وسيلة خارج الكاميرا، احنا في كثير من الهزل في الحياة ونضحك كثير الحمد لله. لما نكون في النشرة كيف نستطيع انه احنا ما نبين هذا الجانب طبعا بالقدر الزايد، يحس المشاهد انه في كيمستري، فيه كيمياء بين المذيعين، لكن بدون نتورط في لقطات سخرية او ضاحكة. مثلا انا مرة معي بالتلفزيون الجزائري كان ضيفي فجأة بعد ما خلصت معه وهو طالع، للأسف كان في الاستوديو مظلم، وكان شيخ يعني رجل كبير في السن معروف، فلما داس برجله يبدو ما كان عارف انه في درج فيها، فالرجل سقط بطريقة هزلية. وكانت أصعب لحظة في حياتي المهنية من يوم ما بدأت مذيع إلى الآن، إن كيف أقدم الخبر بشكل جاد
وفي قدامي موقف هزلي قاتل. لكن في بعض الأحيان المشاهد يريد أن يشوف هذا الموقف. ربما مرة كنت مع عبد الصمد ناصر زميلي عبد صحيح. الصمد، صحيح. فكنا في نشرة، يعني الناس كلهم يعني ما انتبهوش للنشرة كاملة. موقف في آخر النشرة أنه قطعنا، أنا بديت الخبر وصدفة أنه الخبر كان حول الجزائر والمغرب، فأنا طلعت من النشرة فكرت أنه ممكن مدير الأخبار يعني يعمل ملاحظة أو شيء، فكلهم كانوا مبسوطين أنه في بعض الأحيان يكون هذا الأمر يعني مقبول، لكن إذا زاد عن حده أكيد أي شيء يزيد عن حده يصير يعني يصبح غير يعني هذه مطلوب. من أصعب اللحظات على مستوى المهنة، أن تكون غير قادر على ملاحقة ما تم إعداده مسبقا من خلال هذه الحلقة التي وصلت إلى ختامها وتجاوزت. لك أن تتخيل. مرة سريعا. يعني نجوم الجزيرة في هذا اللقاء كانوا أكثر قربة وحميمية لذائقة ووجدان وعين المشاهد الذي تتبعهم لسنوات طويلة. هم أيضا على تماس عالي جدا من الرهق الذي تفرضه ظروف المهنة. هذه الصورة التي تخرج إلى العيان وإلى الملأ صورة منقحة وفقا لسياسات تحريرية لمطلوبات واجب توفرها في الصورة المبثوثة، لكن وهم تنطبق عليهم صفة الصحفي الشامل، وهذا أحد موجبات الانضمام لقطرة الجزيرة الهادرة في أن يكون الصحفي صحفي شامل. يتعرضون لكثير من الصور، لكثير من المواقف، لكثير من الضغوطات، لكن تبقى هذه الوجوه الطيبة وهذه الأصوات الأليفة والحبيبة قريبة دائما إلى نفوسنا. نتمنى أن تكون الأخبار إلى حد كبير جانحة إلى السلام، وأن تكفي هذه الأرض ليحل السلام. أنا سعيدة بهذا اللقاء، سعدت به كثيرا. ما تبقى لي أخيرا إلا أن أشكر ضيوفي الأكارم، أستاذ محمد كريشان، شكرا جميلا لك. شكرا ست سلمى. أستاذ سامي الحاج، أنا سعيدة بهذا اللقاء. شكرا. أستاذ عبد القادر العياط، شكرا لكرم حضورك بيناتنا. شكرا لك أنت. عثمان أي فرح، كنت ضيفا. بس الله يخليكي، للتاريخ حابب أقول إن ده أول لقاء أنا عملت، يمكن آلاف اللقاءات التلفزيونية كمحاور، بس أول مرة إنه إحساسك شنو أنت ضيف؟ مش والله إحساس لطيف. لطيف، وبحضورك أنت طبعا نجمة متألقة وأنا بتابعك. شكرا. وفعلا يعني نتمنى ان احنا كنا كلنا خفيفين الظل، واشكرك، وحسينا الوقت مره بسرعه. والله هذه شهاده، واقول لك انت ولكل مشاهدينا الشروق كل سنه هم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. شكرا يا عثمان، هذه شهاده من يملك علني استحق. شكرا جميلا. استاذ دكتور صلاح حسين، وانت يعني وانا احضر لهذا اللقاء قلت لي طيب هم نجوم الجزيره، انا ليه؟ فرديت عليك انه النجوميه ليست ضوء، وانت نجم في مجالك البحثي والاكاديمي. انا سعد بلقياك في هذا اللقاء الخطير. شكرا جزيلا لك. يعني انت هذه الحلقه سميتها نجوم الجزيره، استحضرت الاغنيه اللي كتبها ايليا ابو ماضي، نهديها لوطن النجوم، غنيها احمد المصطفى. نعم. ففرصه سعيده انه الواحد يلتقي مع المشاهد عبر قناه الشروق. شكرا لكم على الاستضافه. وسيلة علمي، أنا أيضا أمتن لهذا اللقاء الجميل، وأن تكون هذه الأنوثة المهنية حاضرة في هذا المجال بدراية بمحكات مهنية وخبرات متراكمة. كنت جميلة الشاشة وأنيقة اللغة ومحاورة جيدة ومذيعة طبعا لا يشق لها الغبار. شكرا سلمى، أنا جدا سعيدة بتواجدي الآن في هذه الحلقة مع زملائي ومعك أنت مذيعة رائعة. شكرا جزيلا. شكرا لك. أخيرا ما تبقى لي إلا أن أتقدم بالشكر الجميل لكل الذين تابعونا ورافقونا. أنا أشكر جميلا أيضا زملائي من خلف الكواليس. شكرا هشام الريح، شكرا أشرف عثمان، شكرا لكل فريق العمل، لسفارة السودان التي استقبلتنا بحفاوة، وللجزيرة التي فتحت الأبواب بحب وبكرم كبير لإجراء هذا اللقاء. شكرا لكرم استجابة النجوم من حولي الذين شرفوني في هذا اللقاء. أنا دوما كعادتي صدقا أتمناكم بخير. على تحمل ضغوط غير عادية